بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل امتحان علوم أولى إعدادي ترم أول. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية. رقم 1: الألومنيوم نقط التوصيل الكهرباء. جيد. بينما الفوسفور نقط التوصيل الكهرباء. رديء. رقم 2: القواقع من الحيوانات ذات الدعامة الخارجية، بينما الفقاريات من الحيوانات ذات الدعامة الداخلية، عشان العمود الفقري بيبقى داخل الجسم لكن الصدفة بتبقى بره. رقم 3: شبكات التليفون المحمول تحدث تلوث كهرومغناطيسي، بينما آلات الحفر تحدث تلوث ضوضائي. بعد كده رقم 4: يحتوي مستوى الطاقة L في ذرة السي 6 على نقط إلكترون سي 6 كي ال. هو عنده 6، المستوى الأول 2 والمستوى الثاني 4، يبقى المستوى اللي يحتوي على 4 إلكترون. بينما في ذرة الام جي 12 يحتوي على الام جي عنده 12 إلكترون، توزيعه 2 8 2 كي ال ام، المستوى اللي يحتوي على 8 إلكترون. طيب رقم 5: إذا كانت طاقة وضع جسم 100 جول وطاقة حركته 75 جول، فإن طاقته الميكانيكية تساوي مديني طاقة الوضع ومديني طاقة الحركة وعاوز الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، هتساوي 175، يعني نجمعهم هتساوي 175 جول. طيب بعد كده قطعة معدنية كتلتها 25 جرام وحجمها 10 سنتيمتر مكعب. احسب كثافة مادة هذه القطعة. الكثافة س هتساوي الكتلة على الحجم. الكتلة 25 والحجم 10، 25 على 10 هتساوي 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب هل تغوص القطعة المعدنية أم تطفو عند وضعها في الماء؟ ولماذا؟ هي كثافتها 2.5 وكثافة المية 1، اللي كثافته أكبر هيغوص، يبقى إذا هتغوص في الماء. تغوص. طب لماذا؟ لأن كثافتها أكبر من كثافة الماء، وهو مديني كثافة الماء هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب بعد كده علل. تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق الإشعاع. ليه؟ لأن هناك فراغ شاسع بين الشمس والأرض. طيب رقم 2: يحفظ البوتاسيوم والصوديوم في المعمل تحت سطح الكيروسين، لأن الصوديوم والبوتاسيوم من المعادن النشطة جدا أو الفلزات النشطة جدا كيميائيا، حيث تتفاعل مع الهواء الرطب. طيب رقم 3: لا يستطيع المدرع تقطيع الطعام، عشان المدرع من الثدييات عديمة الأسنان، لأن المدرع من الثدييات عديمة الأسنان. طيب رقم ب: اذكر مثال واحد ليه. طائر منقاره حد قوي معكوف. النسر أو الصقر. رقم 2: سبيكة تستخدم في صناعة الحلي. الذهب والنحاس أو الذهب والفضة. رقم ج: اذكر الرقم الدال على كل من عدد قواطع الفك العلوي للأرنب. 4. رقم 2: العدد الذري لذرة عنصر خامل تدور إلكتروناته في 3 مستويات. 3 مستويات وهو خامل، يبقى الأخير ب8 واللي قبله التاني 8 والأولاني 2. 2 و8 10 و8 18 بروتون. طيب بعد كده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها. هي مادة واحدة يبقى كل الجزيئات شكل بعضها. رقم 2: تسمى النباتات مغطاة البذور باسم النباتات الزهرية. صح، النباتات مغطاة البذور زي الذرة، البذرة بيبقى عليها من بره غلاف، يبقى إذا دي نباتة وبتكون أزهار. طيب رقم 3: تنطبق العلاقة 2 نون تربيع على جميع مستويات الطاقة لتحديد إلكتروناتها.
لا، على المستويات، على المستويات لحد المستوى الرابع فقط. رقم 4، في فوانيس السيارة تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. غلط، من طاقة كهربية إلى طاقة ضوئية. رقم 5، تعد حشرة العود والحشرة الورقية من أمثلة التكيف بغرض التخفي. صح. رقم ب، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، نباتات أرضية تتكاثر بتكوين الجراثيم. الصراخص. جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهربية. العمود الكهربي البسيط. أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. الجزيء. رقم 4، تحول في تركيب أحد أجزاء جسم الكائن الحي الخارجية. ده التكيف التركيبي. رقم 5، الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة كوانتم. الذرة المثارة. طيب رقم ج، الثلج. أكمل البيانات الموضحة بالشكل. الثلج عملية 1 يتحول لمية. تلج بيتحول لمية، يبقى العملية اسمها ايه؟ الانصهار. طب المية تتحول لبخار مية، يبقى دي عملية تبخر. طب بخار المية يتحول لمية، عملية تكثف. طب المية تتحول لتلج، عملية تجمد. السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، جسم كتلته 5 كيلو جرام، يتحرك بسرعة 10 متر على الثانية، فإذا نقصت كتلته إلى النصف مع ثبوت سرعته فإن طاقة حركته تساوي الكتلة 5 نقصت إلى النصف، يعني بقت 2.5، وطاقة الحركة بتساوي نص كاف عين تربيع، يعني نص في 2.5 اللي هي كاف في عين تربيع عين اللي هي 10 عين تربيع، يبقى 10 في 10 هتساوي 125. يعتبر الصلب الذي لا يصدأ نوع من أنواع الأملاح ولا السبائك ولا البلاستيك ولا الأحماض؟ السبائك. رقم 3، من المفصليات التي لها 6 أرجل، الذبابة ولا العقرب ولا العنكبوت ولا الجمبري؟ الذبابة، عشان 6 أرجل دي بتبقى حشرات، والذبابة تبع الحشرات. رقم 4، ذرة عنصر إكس تحتوي على 17 إلكترون و18 نيوترون، لذا يعبر عنها بالرمز إكس 16 18 ولا إكس 17 35 ولا إكس 35 17 ولا إكس 18 35. مين اللي بيتكتب تحت؟ العدد الذري، والعدد الذري يساوي عدد الإلكترونات، يبقى تحت 17، يبقى دي أو دي. طيب فوق اللي هو العدد الكتلي اللي هو البروتونات والنيوترونات، يعني 17 زائد 18 هتساوي 35. 35 دي تتكتب فوق، يبقى 17 35. طيب يعتبر الخفاش من نقط التي تطير، من الثدييات، الخفاش تبع الثدييات التي تطير. اكتب الرمز الكيميائي لكل من العناصر الآتية: الكلور Cl، الصوديوم Na، ألمنيوم Al، فوسفور B. طيب قارن بين النحاس والهيدروجين من حيث قوة التماسك الجزيئية. النحاس قوة تماسك، النحاس والهيدروجين قوة تماسك في النحاس قوية جدا، والهيدروجين منعدمة مفيش قوة تماسك عشان غاز، لكن النحاس جسم صلب. طيب المسافات البينية في النحاس كبيرة جدا، معلش صغيرة جدا في النحاس عشان مادة صلبة. طب الهيدروجين المسافات البينية كبيرة جدا. طب عدد ذرات الجزيء النحاس، عدد ذرات الجزيء 1 والهيدروجين 2 عشان غاز نشط. طيب رقم 2، المادة الصلبة والمادة السائلة من حيث طريقة انتقال الحرارة خلالها. المادة الصلبة بتنتقل الحرارة فيها بالتوصيل، والمادة السائلة بالحمل.